قال الإسرائيليون في أعقاب حرب الأيام الستة سنة 67 إنها وضعت النهاية لكل شيء، ولم يعد هناك عربي يفكر مرة أخرى مجرد التفكير في دخول الحرب مع الجيش الإسرائيلي الذي لا يقهر. وفي 6 أكتوبر سنة 1973 جاء الرد الحاسم على ما قالوه بالعبور العظيم والنصر المبين، ليكون ذلك اليوم الخالد هو اليوم السابع الذي محى ما فعلته الأيام الستة. حمدي الكنيسي. إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة تقدم كمال الشناوي في اليوم السابع. طارق دسوقي، سحر رامي، مع الفنان الكبير محمود الحديني والفنانة القديرة تهاني راشد. وكانت الشمس شايفاهم ونسمة الظهر حطاهم ومية استلقاهم ونار نار ونار العزة لفحاهم وأحضن مصر واخداهم وصوت النصر جواهم وكنت كأني وياهم. كلمات المقدمة والنهاية والأغاني عبد الرحمن الأبنودي، ألحان محمد أبيل، التوزيع الموسيقي إبراهيم راديو، غناء محمد أنديل. طريق النصر والجنة طريق واحد ولا تفرقش بين أحمد وبين حنا، وطن واحد. اليوم السابع عن يوميات مذيع في جبهة القتال لحمدي الكنيسي. المعالجة الدرامية والحوار نادر خليفة. وطن جاهز سنين للطار، وطن ساكن في خط النار، وقام زاحف يرد العار. ويوم 6 أكتوبر رفعنا ناس رايات النصر وضحكة مصر. الإخراج منتصر السبكي.